فقرة الأسئلة. كل فترة هاتي كراسة خليها عندك، وكل فترة اسألي ولادك أسئلة معينة عشان تقدري تعرفي إيه اللي جواهم، إيه اللي هم حاسين بيه. الأسئلة دي بجد هتعرفك ولادك بيفكروا إزاي، باصين لك إزاي. وطبعا هتسألي نفس الأسئلة دي كل 6-7 شهور كده، وهتكتبي الإجابات، لأن هتلاقي إجاباتهم بتتغير بناء على سنهم. يعني اسأليهم مثلا: هو أنت لما بتحب تتكلم في حاجة مهمة أنا بسمعك؟ وشوفي هيرد يقولك إيه. طب أنا إمتى بهتم بيك؟ طب امتى بتحس ان انا بحبك قوي؟ سألت بنتي السؤال ده، وبصراحة كان ردها مفاجأة ليا، مفاجأة يعني أنا ما صدقتش ردها لما لقيتها بتقولي: يا مامي أنا بحس إنك بتهتمي بيا لما بتزعقي معايا على حاجة عملتها غلط، بحس إن أنتي بتبقي عايزة تعلميني وعايزة تعرفيني الصح، رغم إني ببقى زعلانة بس بحس إنك بتحبيني وعايزة تعلميني الصح. صراحة الرد كان مفاجأة بالنسبة لي. أسئلة زي: مين أكتر حد صاحب ليا؟ طب إيه اللون اللي أنا بحبه؟ طب إيه اللون اللي أنت بتحبه؟ طب إيه أكتر أكلة أنا بحبها؟ طب إيه أكتر أكلة أنت بتحبها؟ دي هتبين لك قد ايه انت فاهمه ولادك وعارفاهم وعارفه شخصيتهم، وقد ايه هم كمان شايفينك، وهتفاجئي باجابات مش هتصدقي ان ولادك مركزين معاكي قوي كده وعارفين تفاصيل عنك. انت هتبقي منبهره جدا بالردود. بجد جربوها وهتفاجئوا جدا بردود اولادكم.